مش معنى اني تركت عالم المخدرات اننا مش اخوات ولازم نسأل على بعض. ازيك يا دكتور؟ بخير. ايه نويت ترجع؟ لا بس قلت اجي اخد معاك نفسين كده. انت بتصيع يا دكتور؟ انت جاي ليه؟ عشان خايف عليك وعاوزك تتوب. انت خلاص محدش مسك عليك حاجة، خلصت من كل فلوسك وكلاكيعك، وحاليا معاك شهادة دكتوراه قد الدنيا وعندك سوبر ماركت، وانت اصلا طموحك محدود. عليك من ده بايه؟ ما تيجي نتوب. تعال نتوب مع بعض يا اخويا ونعيش حياة هادية. انا اجيب لك عيل يقول لك يا عمو، وانت تجيب لي عيل يقول لي يا سلطان. اشمعنى يعني؟ ما بحبش كلمة عمو دي، تكبرني. وبعدين ايه اللي خدناه من تجارة الحشيش؟ تصيطة وكرامة وفلوس زي الرز وكل اللي انت عايزه هتلاقيه. بس حرام. انما بقى تعالى فكر معايا، ايه اللي هناخده من التوبة؟ ايه؟ والله العظيم الحشيش حرام. انا مشيت معاك في طريق الشر، جرب تمشي معايا في طريق الخير. ما انا اكيد ان شاء الله هتوب، بس لما ربنا يأذن. بقول لك ايه صحيح، الولا صاحبك ده هنعمل ايه معاه؟ انا قلت لك سايس ودلعه، هتشوف الفرق. واسمع من اخوك مرة. ماشي. انا هتحرك دلوقتي عشان سايب كوثر لوحدها. ايه الأورج اللي معاك ده؟ لا ده تابلت يعني، لقيت عليه عرض ما يتفوتش كده فقلت اجيبه. تخيل حجاج ده تاب وانت لسه. توكل على الله يا دكتور. ماشي يلا سلام. سلام. انت عارف يا وائلي، انا مبسوط ان في ناس دخلوا الشغلانه ولو اني ما اعرفهمش، بس هعرف. طب وايه اللي يبسط في كده حضرتك؟ الحصان لما بيجري لوحده بتبقى سرعته 60 كيلو في الساعه، انما بقى لو في حصينه بتجري جنبه سرعته ممكن توصل 65 70 كيلو في الساعه. ما يحمسونا شويه. رد. ايوه. عرفنا مين العيال اللي بتوزع في المحافظات. ليه يا شيخ؟ مين؟ جوز حنوتيه. ابعت اجيبهم لك. وهي دي عايزه كلام. اهو نتعرف. فاكهه وعصير، انتوا ناس تجيبوا لي جواري.